السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة هيلثي دايت. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم عصير صحي غني بالفيتامينات والمعادن وحلوى صحيه بدون نشويات وبدون سكر، هي كتجي زوينه بزاف ومشبعه للناس اللي باغيين يطيحوا الوزن. وما تنساوش بارطاجيو الفيديو وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. ونبداو بسم الله على بركه الله في الوصفه. بالنسبه هنا غادي نبداو بالحلوى. بالنسبه للغريبه، هي غريبه هذه كتجي على شكل غريبه، كتجي زوينه بزاف وكتجي صحيه. غادي نحليوها غير بالتمر. بالنسبه للدقيق ما غاديش نستعملوا الدقيق. هنايا خديت 100 غرام ديال التمر، هذاك التمر اللي كيكون معسل. ممكن تستعملوا العسل، ممكن انكم تستعملوا سكر ستيفيا، سكر جوز الهند، يعني ما استعملوش. المهم بالنسبه للناس اللي متبعين اكل صحي او الناس اللي باغيين يطيحوا الوزن، حاولوا انكم تبعدوا على السكر الابيض. هنا خديت 100 غرام ديال التمر، وخديت 250 مليلتر ديال حليب اللوز. تقدروا تستعملوا اي نوع من الحليب، الحليب البقري، حليب الماعز، حليب الشوفان، حليب الأرز، يعني الحليب اللي كيناسبكم نتوما. بالنسبه للبيض، هنايا خديت 4 ديال البيضات بحراره المطبخ. هاد الحلوى راها كتجي زوينه بزاف وكتجي مشبعه، يعني بحال هكايا الناس اللي باغيين يطيحوا الوزن انكم تاخذوا حبه ولا جوج ديروا بهم سناك ديالكم. راها كتجي زوينه وما كطلعش لينا السكر في الدم بزاف، يعني كتحافظ لينا على هرمون الانسولين. بالنسبه للناس اللي عندهم السكري، ممكن انكم تحيدوا، ممكن انكم تستعملوا سكر ستيفيا عوض هاد التمر او العسل، على حسب النوع ديال السكر اللي عندكم. كاين نوع ديال السكري ممكن انهم الناس اللي مكيذوقوش الانسولين ممكن انهم ياخذوا حبه ولا جوج، ما غادي لهم حتى شي حاجه. صافي هنايا خديت هذوك 4 ديال البيضات، ضفت عليهم واحد القبيصه ديال الملح باش نقادوا الذوق، وكنطربوهم غير بالطراب اليدوي. وغادا نضيف لهم هذاك الخليط اللي خلصت ديال التمر مع الحليب. ممكن الحليب، ممكن انكم ما تستعملوش الحليب، انكم تستعملوا عصير البرتقال كذلك، حتى هو ممكن، حتى هو كيجي زوين في هذه الوصفه. صافي وكنخلطوا بالطراب اليدوي مزيان هاد السوائل. بالنسبه انا غادا نسمها هنايا بقشور البرتقال، ممكن تستعملوا قشور الحامض، الفانيليا، يعني هذاك باش ما كيعجبكم نسموها. هنايا خديت واحد الملعقه ديال زبده الفول السوداني، هذه اختياريه، كانت عندكم ديروها، ما كانت عندكم ما ديروهاش، ماشي مشكل. ممكن كذلك ديال زبده اللوز هي. بالنسبه للدهون، هنايا غادا ضفت 80 مليلتر زيت زيتون. ممكن انكم تستعملوا زيت جوز الهند، ممكن انكم تستعملوا زبده حيوانيه تذوبوها، تكون زبده حيوانيه نوعيه جيده كذلك، حتى هي ممكن انكم تستعملوها. وغادا نضيف هنايا واحد 2 معالق ديال الزنجلان. انا ضفت هنايا الزنجلان اللي ما حمرتوش، ممكن انكم تحمروه، غير هو الزنجلان كل ما بقى ما محمرش يعني كيبقى هذيك الفائده ديالو، عاد غادي يطيب لينا في الفران، يعني غادي مازال يتحمر لينا. هو محمر كيجي مذاقه كتر، كيجي مذاقه زوين احسن من هذا اللي ما محمرش. وصافي هنايا بالنسبه للمكسرات، استعملت المكسرات، خديت واحد 100 غرام. المكسرات استعملوا اللي بغيتوا، انا استعملت القرقاع واللوز، ممكن انكم تستعملوا اي نوع من المكسرات الكميه اللي بغيتوا، انا استعملت هنايا 100 غرام. وبالنسبه للدقيق غادا نديرها انا بدقيق جوز الهند. المهم دقيق جوز الهند ضفته انا بالتدريج، يعني تقريبا في المجموع ديال الدقيق اللي ضفت غتكون 100 ولا 120 غرام اللي هزت ليا الحلوى. وضفت هنايا واحد 7 غرام او 8 غرام ديال خميره الحلويات، هي بدون جلوتين. هاد الحلوى راه مناسبه كذلك الناس اللي عندهم حساسيه الجلوتين، ممكن انهم يتناولوها، ما عندناش فيها لا دقيق لا حتى شي حاجه. وصافي كنخلطوا وعينا ميزاننا بالنسبه للدقيق، يعني حتى كيتبان لينا الحلوى ديك العجين ديال الحلوى يبقى طري وتولي تشكل لينا في اليدين ديالنا. هنا راه الخليط مازال سائل، انا ضفت هنايا واحد 2 معالق اخرين، غادا نبقى نضيف بالتدريج حتى نحصل على الخليط القوام اللي بغيت انايا. صافي ما تكثروش الدقيق في الاول، دقيق جوز الهند راه كيشرب بزاف، يعني ضيفوه بالتدريج على حساب النوعيه ديال دقيق جوز الهند. انا ضفت 2 معالق اخرين، وغادا نبقى نخلط بالتدريج
حتى نحصل على القوام اللي بغيت ديال العجين. مرة نديرو بحال هكا حلويات صحية، اننا ناكلوها بدون تأنيب ضمير ونحافظوا على الصحة ديالنا. عندنا الزنجلان يعني فيه واحد النسبة عالية من الكالسيوم، عندنا المغنيسيوم كذلك اللي عندنا في التمر، والمغنيسيوم الكالسيوم اللي عندنا في الحليب، وكذلك المكسرات يعني الدهون الصحية، والبروتين يعني هاد الحلوى راها صحية بامتياز. صافي هنايا كانت هذه هي المعلقة الاخرى ديال الدقيق اللي درت. هو الخليط بدا كيتجمع ليا. صافي غادا نخلي واحد 5 ديال الدقائق يرتاح، ومن بعد غادي نشكلوه. راه كيتشرب لينا هذاك الدقيق ديال جوز الهند وكتولي تشكل معنا بكل سهوله. وهذه الغريبه ديالنا راه ولات كتشكل. هنايا خديت الكوك، غادا ندوز فيه هذيك الحلوى ديالي ونديرها في لاطا باش ندخلها للفران. حلوى صحيه وما فيهاش يعني فيها مكونات بسيطه وبالزربه كتوجد. صافي كنكور هاد الغريبه. بغيتو ديريها الكوك من الجهات بجوج، بغيتو جهه وحده راها يعني تخسرات لكم ولا شي حاجه من الجناب راها كتقاد بكل سهوله. وصافي هنايا من بعد ما دخلتها الفران على 180 درجه كطيبوها بحال الغريبه، يعني كنشعلوا عليها الفران من الفوق هو الاول وعاده كنهبطوها لتحت. كتشقق وكتجي رائعه في المذاق ديالها وكتجي حلوه وبنينه يعني ومشبعه في نفس الوقت. يعني كتاخذوا حبه ولا جوج كتحسوا بالشبع، كتجي فتيه من الداخل ورطبه. ودابا غادي ندوزو للعصير ديالنا. بالنسبه لهذا العصير هو كيجي صحي ومشبع في نفس الوقت. غادا نديرو بالافوكا، وكنعرفوا الافوكا من الفواكه اللي غنيه بالبوتاسيوم، فيها واحد النسبه عاليه من البوتاسيوم والمغنيسيوم. انا بالنسبه للكميه انا خديت نصف حبه ديال الافوكا. هنا كان ما بغاش يتحيد لي داك العظم. وصافي غادا نحيد لها داك الطرف حيت كانت عندي ديجا محيده ليها الطرف النص ديالها. صافي وغادا نقطعها وغادا نضيف ليها الباربه. يعني هذا العصير صحي بامتياز. عندنا الباربه وكنعرفوا الباربه فيها واحد النسبه عاليه ديال الحديد بالنسبه للناس اللي عندهم فقر الدم او للناس اللي عندهم كذلك الانيميا. ممكن انهم يستعملوا هذا العصير، كيجي زوين وكيجي فيه واحد المذاق يا سلام ومشبع. يعني كتشربوا داك الكويس كتحسوا بالشبع، حيت الباربه والافوكا كيشبعوا. وهنا انا بالنسبه للكميه خديت 2 حبات صغار ديال الباربه. نتوما ديروا الكميه اللي غتكفاكم. وغادا نضيف عليهم هذا الكاس ديال عصير البرتقال. الا ما كانش عندكم البرتقال ممكن انكم تستعملوا غير الماء العادي او لا تستعملوا حليب اللوز. هو من الاحسن انكم ما تستعملوش الحليب الحيواني، من الاحسن تستعملوا حليب اللوز او حليب الشوفان كذلك هو كيجي زوين. وضفت واحد شويه ديال الماء باش يجيني شويه سائل. وصافي وغادا نطحنوه. هذا هو القوام ديالو كيجي رائع. ممكن انكم تاكلوه حتى بالعشاء، تضيفوا ليه بذور الشيا او بذور الكتان او لا المكسرات. كيجي رائع هذا العصير وزوين. كنتمنى انكم تجربوه. وغادا نرافقوه هو غادا ناخذوه هو ولا هو وهذوك الحليوات اللي صايبت كيجيو رائعين. وبسلامه عليكم وتهلاو في صحتكم.